السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مشوار لاعب على قناة الكرة مع محترم. النهاردة هنتكلم عن الكابتن أحمد شوبير، أيوب الكرة المصرية، الإعلام الأشهر في مصر والوطن العربي، من ناشئ موهوب في طنطا إلى أفضل الحراس سواء في النادي الأهلي أو في منتخب مصر. أحمد شوبير كان ليه دور كبير مع النادي الأهلي في الاستقرار والقيادة. كان للكابتن أحمد شوبير دور كبير في تغطية البطولات الكبرى مثل أفريقيا ومثل كأس العالم. أحمد شوبير يعتبر من أبرز الشخصيات في تاريخ مصر، من أبرز الشخصيات في جيل 90 اللي صعدت بمصر لكأس العالم. يلا بينا نعرف حكاية شوبير. ولد أحمد عبد العزيز شوبير في 28 سبتمبر 1960 بمدينة طنطا بمحافظة الغربية. بدأ مسيرته الكروية في نادي طنطا، حيث أظهر موهبة لافتة في التصدي للكرات الصعبة وردود الفعل السريعة. في أواخر السبعينات جذب أنظار مسؤولي الأهلي بفضل أدائه المميز ليحصل على فرصة الانضمام إلى القلعة الحمراء. كانت المنافسة في الأهلي قوية، لكنه صبر واجتهد حتى حجز مكانه الأساسي في الفريق. المجد مع الأهلي من سنة 79 لسنة 97 لم يكن مجرد حارس، بل كان للاستقرار والقيادة في صفوف الأهلي خلال فترة هيمنة النادي الأهلي على البطولات المحلية والقارية. توج ب8 ألقاب دوري مع الأهلي، حيث كان الأهلي خلال هذه الفترة الفريق الذي لا يقهر. فاز ب6 بطولات كأس مصر، كان دائما حاضرا في المباريات الحاسمة بتصدياته البطولية. تألق مع الأهلي ليحقق دوري أبطال أفريقيا في عام 87، وتألق في النهائي أمام الهلال السوداني. ساهم في فوز الأهلي بعدة بطولات أخرى مثل كأس الكؤوس الأفريقية عام 84، عام 85، عام 86، عام 93. من المباريات التاريخية لحياته كانت كثيرة. أحد أبرز لحظاته كانت أمام الهلال السوداني في نهائي 87 عندما تصدى لفرص محققة قادت الأهلي للقب. تألق أمام الزمالك في العديد من مباريات القمة، حيث كان صخرة تتحطم عليها هجمات الخصم. إنقاذه التاريخي في اللحظات الأخيرة أمام المصري البورسعيدي في نهائي كأس مصر 1989 ليحصد الأهلي اللقب. كان القائد الفعلي للفريق رغم وجود أسماء كبيرة مثل محمود الخطيب وطاهر أبو زيد. لما نيجي نشوف حكايته مع المنتخب، لم يكن مجرد نجم الأهلي، بل كان ركيزة أساسية في منتخب مصر خلال التسعينات. أصبح الحارس الأساسي للمنتخب المصري في كأس العالم 90 بإيطاليا، وهي البطولة التي عاد إليها الفراعنة بعد غياب 56 عام. قدم أداء رائع في المونديال خاصة أمام هولندا، حيث تصدى لعدة كرات خطيرة من فان باستن وخوليت. شارك في تصفيات كأس العالم 94، لكنه لم ينجح في قيادة المنتخب للتأهل رغم مستواه الجيد. لعب دورا أساسيا في كأس الأمم الأفريقية 92 و94، حيث كان المنتخب المصري أحد أقوى الفرق في القارة. بعد سنوات طويلة من التألق في الملاعب، قرر شوبير تعليق قفازاته في عام 97، لكنه لم يبتعد عن الأضواء بل دخل عالم الإعلام الرياضي بقوة. بدأ مسيرته الإعلامية كمحلل رياضي، لكنه سرعان ما أصبح أحد أهم مقدمي البرامج الرياضية في الوطن العربي. كان له دور كبير في تغطية البطولات الكبرى مثل كأس أفريقيا وكأس العالم. كابتن شوبير كان حارس استثنائي، امتلك ردة فعل سريعة وتصديات مذهلة أمام أقوى المهاجمين. كان قائدا داخل الملعب، صاحب شخصية قوية ساعدته في قيادة الأهلي والمنتخب. ساهم في تحقيق بطولات تاريخية للنادي الأهلي ومنتخب مصر. نجح في الانتقال من الملاعب إلى الإعلام، وأصبح من أبرز الشخصيات الرياضية في مصر. يمتلك شخصية كاريزما جعلته قادرا على الاستمرار في الأضواء لعقود. أحمد شوبير جزء من ذاكرة الكرة المصرية، سواء بإنجازاته أو بتأثيره في الإعلام أو بتصدياته الحاسمة في كأس العالم. أحمد شوبير ما كانش مجرد حارس مرمى، كان من أعظم الحراس
شوبير دائما كان في الموعد، كان قائد للأهلي ومنتخب مصر. يعتبر كابتن أحمد شوبير مسيرة ناجحة تدرس في مجال كرة القدم. دائما كان حائط الصد لجماهير النادي الأهلي. أضاف رونقا وبريقا لقناة الأهلي، حيث أصبحت قناة الأهلي من أكثر القنوات مشاهدة عبر التلفزيون. يعتبر شوبير من اللاعبين اللي جت في النادي الأهلي سابت بصمة كبيرة سواء في الأهلي أو في منتخب مصر. شوبير شخصية لا تنسى. كابتن أحمد شوبير ما كانش مجرد حارس، ده كان جزء من ذاكرة الكرة المصرية. كابتن شوبير كان مؤثر داخل المستطيل الأخضر، وكان أيضا مؤثر في الإعلام بعد الاعتزال. شوبير حارس الأهلي محبوب ومعشوق جماهير النادي الأهلي. كابتن شوبير قدم الكثير والكثير للنادي الأهلي، نقل قناة النادي الأهلي وعمل فيها طفرة لا تنسى. كابتن شوبير مثال يحتذى به. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وما تنساش تقول لي افضل تصدي تفتكره للكابتن شوبير في الملاعب. عايز اسمع رايك في الكومنتات. رمضان كريم.